السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم الشيرات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال. كما تعرفوا رمضان الكريم على الابواب، الله يدخل علينا بالصحة والهنا. رانا متواصلين مع سلسلة المعسلات تاع رمضان، كل ساعة نديروا حاجة. اليوم جبت لكم بريوات تاع الكاوكاو، يجوا بنان يجوا معسلين حتى للقلب. يقعدوا لكم اطول مده، يعني قادر تجهزيها بكميه كبيره وتخليها كاع على رمضان ان شاء الله وانتي تاكلي منها. والاهم ما يجوش تاني معسلين اللي يقهموا، يجوا يعني حلوين، ديك الحلاوه الشابه. هنا للمقادير عندي كيلو كاوكاو، يعني قليته غير شويه، ماشي تحمروه بزاف. نص طحنته كما راكم تشوفوا، يعني حتى طلق الزيت تاعه، والنص خليته كي طعام الرقيق، يعني اللي نديرو به السفه، طعام الرقيق هكا طحنوه. لازم تطحنوا غايه باش يدير لكم كوريات. هنا المقادير، انا هنا درت مغرف كبيره تاع القرفه مطحونه، ودرت شويه المسكه تتباع عند العشاب، اللي ما يعرفهاش يعني ماهاش غاليه بزاف، دير 10 ميل هذيك لابواط ولا 12 ميل. نزيدوا عليها داك الكاوكاو اللي طحناه، ونزيدوا عليها الكاوكاو الرطال الزاوج، يعني اللي خليناه حتى طلق زيته. انا غير في الاشوار قعدت نطحن فيه حتى طلق زيته. طحنته مع كاس تاع السكر، 160 غرام، يعني كل كيلو كاوكاو فيه 160 غرام تاع السكر، طحنتهم مع بعض. نجيبوا، وهنا انا عندي غير زوج مغارف تاع المازهر. يعني مشي شرط، هي هذاك الكاوكاو اللي غادي تطحنوه غادي هو اللي يعلك لكم الكاوكاو تاعكم، يعني عفوا يعلك لكم الحشو تاعكم. يعني هذاك الكاوكاو هو اللي غادي يخلي العجينه تاعكم شابه. كما راكم تشوفوا هنايا درتها كوريات، وزن الكوريه 15 غرام. وجبت انا هاد الديول، جبتها كاغي، من الاحسن ديروه كاغي يساعدكم في الخدمه اكثر. الوحده تاع الديول هذه قسمتها بين 4 تاع الشرائح، يعني كل شريحه غادي تخدم لنا 10. غادي ان شاء الله بهذا الكيلو تاع الكاوكاو غادي يدير لكم 80 حبه تاع البريوات. وبالنسبه للمسكه الحره يعني لازم ديروها، هي اللي تطلق بنه شابه في البريوات تاعكم. وغادي لا كون باغيينها تقعد لكم كاع الشهر الفاضل وهي معسله وهي على قوامها وتكون مقرمشه وطريه من الداخل، بيتوها في العسل، يعني غير تقلوها هي حاميه، قيسوا عليها العسل وبلعوا عليها وخلوها تبات في العسل حتى الغدوه. من داك عاد تصفوها من العسل اللي هي اصلا كي تشرب العسل ما غاديش تشرب كميه كبيره، غادي تشرب على حسابها، ومن بعد تخلي لكم العسل هذاك صفوه وديروا به خطره جايه. كما راكم تشوفوا جبنا كوريه تاع 15 غرام، وجبنا وحده ديول، ونلوو كيما نديروا البوراك ونديروا الصامصه. ونجيبوا الخليط بين فرينه وشويه ماء باش نبلعوا الحبه تاعنا ما تنحلش، غير شويه خاطش كنت كتروا تاني يكحل لكم الزيت تاعكم، يعني غير شويه على حساب اللي تبنى عنا لاباط. وتزيروا كي تقعدوا تبلعوا ترولوا في المثلث تاعكم، ماذا بيكم تزيروا الحبه باش تجيكم شابه ومزيره وشاده روحها، باش ما تحللكمش تاني في المقله. نعاود حبه واحده اخرى معاكم. الكوريات ثاني تنجموا ديروهم 10 غرام، 10 غرام، وقطعوا الديول تاعكم على خمسة تاع الشرائح. كي راكم تشوفوا راني انا نمشي فيها ونزير باش تقول لكم الحبات تاعكم مفينيه، يعني ما تنحلكمش في المقله. ها هي الحبه تاعنا، والزياده تنجموا تقلعوها ولا تبلعوها ويقعدوا مزيرين، يعني مزيرين حتى بعد القلي ومن بعد التحسير. وكاين اللي يقول لك راهم يطروا لي، لا تبعي هاد المراحل اللي راني نقول لكم عليهم، وما غاديش ان شاء الله يطروا لكم، غادي كاع الشهر الفاضل وهما يقعدوا كروستيون. تبعوا غير التعليمات اللي راني نعطي لكم.
وبالنسبه لبريوات اللوز يعني نفس الطريقه، تقريبا نفس الطريقه. كاين اللي يزيد يطحن الجنجلان، كيله تاع جنجلان يزيدها على الكيلو تاع اللوز ولا الكيلو تاع الكاوكاو، هي الكتريه يزيدوها في الكيلو تاع الكاوكاو، يعني اللوز يجي بنين، وحتى الكاوكاو يجيو البريوات تاعو شابين بزاف. يزيدوها كيله جنجلان طحنوه حتى يطلق زيته. هنا كنت محميه الزيت يعني حميتها غايه، ومن بعد نقصت عليها في الوسط وخليتها هي تقلى. ها هي القليه تاعنا الاولى، شوفوا اللون تاعها يجي كيما هكا. وبعد ما قليناه كاع نجيبوا الحسل اللي عندنا، الحسل اللي تستعملوه من الاحسن يكون تاع برا ماشي تاع الدار فيه كميه ماء كبيره وغادي يطرى لكم. هذه هي المعسله تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. جربوها وردوا لي خبر في لي كومونتير، ما تنسوش الابوني والجيم، ونلتقي في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.